ما شاء الله تبارك الله. أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية ولا أي لحن كان يغني. غنى لعبد الوهاب ماذا أقول، غنى يعني شيء مفروض إنه كان يغني لأنه يلقط الحاجة. أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل، ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت زي ما قال عنه الأستاذ محمد عبد الوهاب ولا الأستاذ عبد الوهاب، ما يعطي لحن لكل أحد أبدا. شوف كيف كله ما أعطى إلا أم كلثوم وليس إلا. وهنا طلال له ما عجب بصوته ما يعطي له ما ادري ايش يصير. فكان صوته يعني غريب جدا. يعني حناجر صوته انا اعتبرها زي ما في الدراسه انه الاوتار اوتار ذهبيه، اوتار غير اوتار الناس. في بعضهم اوتار الله سبحانه وتعالى يخلقها كده بين سؤال وجواب. كان الله سبحانه وتعالى معطيه السؤال والجواب مع بعض، وكان يوم يغني يجذب صوته. وكل الناس يغنوا، لكن ما فيش في بعض ناس كلهم يغنوا لكن تسمع الصوت واحد. لكن طلال تسمع في حاجة كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء. فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار هذه.